الحكم عذبهم. أوليس والقايم والرابع. تخيل أن لاعب عمره 24 سنة فقط يتحول في شهور قليلة من نجم صاعد إلى هدف أكبر نادي في العالم. الحديث هنا عن مايكل أوليس، الجناح الفرنسي المتألق مع بايرن ميونخ، والاسم اللي بقى متصدر عناوين الصحف الأوروبية بعد الأنباء عن تجهيز ريال مدريد عرضا قد يصل إلى 150 مليون يورو من أجل التعاقد معه. لكن المثير في القصة أن أوليسي نفسه مشغول بحاجة تانية تماما. لما تسأل عن مستقبله والانتقال المحتمل للريال مدريد كانت إجابته هادئة وواضحة: تركيزه الكامل حاليا مع منتخب فرنسا وتحقيق حلم الفوز بكأس العالم. وده بيوضح شخصية لاعب عارف كويس أولوياته في أهم مرحلة من مسيرته. مايكل أوليسي بدأ رحلته الحقيقية مع كريستال بالاس، وهناك أظهر موهبة استثنائية لفتت أنظار أوروبا كلها قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ في صفقة اعتبرها الكثيرون واحدة من أفضل صفقات النادي الألماني في السنوات الأخيرة. ومنذ وصوله إلى ميونخ تحول إلى واحد من أهم أسلحة الفريق الهجومية، وأصبح رقما صعبا في الكرة الأوروبية. أما مع منتخب فرنسا فالتوقعات كبيرة جدا. كثير من المتابعين يرون أن أوليسي قد يكون مفاجأة كأس العالم القادمة، خاصة مع امتلاكه السرعة والمهارة وصناعة الفرص بجانب اللعب بجوار نجوم كبار مثل كيليان امبابي. وتضع العديد من الترشيحات فرنسا بين أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة. السؤال الآن: هل ينجح فلورنتينو بيريز في إقناع بايرن ميونخ بالتخلي عن نجمه الشاب مقابل 150 مليون يورو، أم أن النادي البافاري سيغلق الباب تماما ويتمسك بلاعبه الذي يعتبره الكثيرون غير قابل للبيع؟ التقارير تؤكد أن بايرن لا يرغب في رحيله بسهولة، بل إن بعض المسؤولين بالنادي أشاروا إلى أن اللاعب جزء أساسي من مستقبل الفريق. الأكيد أن اسم مايكل أوليسي سيكون من أكثر الأسماء متابعة خلال الفترة القادمة، فإما أن يصبح صفقة القرن الجديدة في ريال مدريد، أو يواصل كتابة التاريخ بقميص بايرن ميونخ. وفي كل الأحوال يبدو أننا أمام نجم عالمي حقيقي قد يخطف الأضواء في كأس العالم القادمة. برأيك، هل أوليسي يستحق 150 مليون يورو فعلا؟ وهل تراه بقميص القناة عشان توصلك كل أخبار منتخب مصر وكأس العالم أول بأول.